كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات عن 3 خطوات ازاي ترد على اي كونسيرن للعميل، اي اعتراض للعميل على السعر بتاعك وانه بيقولك ان السعر بتاعك عالي. استغربت جدا بل فوجئت بصراحة. العديد من التعليقات بتقول لي الكلام ده مش عملي، احنا العميل بيروح يشوف ان المنافس بيقدم نفس المنتج بالظبط بسعر افضل، فانا كده مش هعرف ارد عليه برضو بالطريقة دي. هنا للأسف انت كده مش محتاج بايع شاطر، انت محتاج ساحر. لو انت بتقدم نفس المنتج بالظبط ومن غير اي ميزة واغلى، كده انت عندك مشكلة، مش مشكلة بيع، دي مشكلة تسويقية في إدارة المنتج نفسه، في البرودكت مانجمنت، في جزء التسعير، في البرايس بتاعه. انت كده مش بتقدم قيمة حقيقية، انت كده عايز حد يغشه او يضحك عليه من الآخر يعني. ولكن الحل بتاعك انك تعدل في المنتج او تعدل في التسعير، ولازم يبقى عندك اي ميزه اضافيه عن المنافس. حتى لو بتبيع نفس الحاجه، ببيع نفس هدوم مثلا، انا زيه زي بالظبط، لكن انا ممكن اقدم له توصيل سريع، اقدم له خدمه ما بعد البيع، يبقى عندي براند قوي فهو ضامن لو اشترى من عندي اغلى شويه، بس لما يعوز يرجعه لو لقى فيه مشكله يقدر يرجع لي وانا ارجعه له. لازم اي قيمه حقيقيه، لازم نتعود ان انا ابقى صادق مع العميل واحاول اقدم له قيمه حقيقيه. هو ده نجاحي الحقيقي. لكن انا عايز ابيع حاجه زي المنافس بالظبط اغلى، يبقى انا كده عايز ساحر مش بياع، ولازم اراجع الخطه والاستراتيجيه بتاعتي. شكرا لكم.